بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيت أعمل كده كوكتيل معاكم النهاردة، تحلية كده سهلة وبسيطة، حبيت أصورها معاكم. هنا كده دي فراولة وموز، برتقالة واحدة، وتفاح طبعا مقطعاه صغير، ومقطعة الفراولة برضو صغير، والموز يا بنات أنا قطعته على طول قبل ما أصور علشان طبعا ما يسودش مني. هابدأ هنا كده في الخلاط أحط فراولة وسكر عشان أعمله عصير. هابدأ أحط كده كل الفواكه على بعض. يلا يا بنات يا ريت تعملوا لي لايك كده وتشجعوني وتدعموني، وتعملوا اشتراك في القناة وتقولوا لأصحابكم كده وتدعموني، نفسي القناة تكبر بيكم. ربنا يوفقني ويوفق الجميع كده يا رب العالمين. هابدأ أنزل كده بالفواكه كلها على بعض. طبعا مش هقلبها قوي يعني كتير علشان ايه، على ما أعمل لها العصير. يلا يا بنات يا ريت تشجعوني كده وتعملوا لي لايك. جميلة يا بنات وخفيفة وسريعة جدا. هنا كده أنا عملت الفراولة بالسكر في الخلاط، ناعمة جدًا خالص عشان هانزل بالعصير ده على الكوكتيل. جربوها يا بنات جميلة جدًا. أنا بقى اتحديت الكسل بقى لمّا أقعد أقشّر برتقانة وأقشّر برتقالة وأقشّر موزة، قُلت بقى أعمله كده وإيه، أحطه بقى في الكيسات وأبدأ آكل منه وقت ما أنا عايزة. سهل وسريع كده وخفيفة جدًا يا بنات، يا ريت تجربوها بالشكل ده كده. طبعًا مش هاقلّب كتير، طبعًا بقى لازم أنا أسيبها شوية في العصير ده، بس أنا هابدأ بقى أعملها معاكم كده بس وأقدّمها لكم وأقول لكم الطريقة، وبعد كده أنتِ ممكن تعمليها بقى وتسيبيها عندِك وتاكليها وقت ما تحبي. سريعة جدًا يا بنات ما خدتش منّي وقت. يالّا يا بنات لو أنتِ لسه معايا في الفيديو لغاية هنا يا ريت تعملي لي لايك، لايك، لايك. يالّا هابدأ كده أعمل الكاسات. طبعًا ممكن تحطها في بولات، في أطباق، طبعًا ما أنتِ عايزة. أنا طبعًا باحطها في الكاسات دي كده عندي على طول. يالّا يا ريت تعملوا لي لايك يا بنات وتشجعوني، ويا ريت تقولوا لي كده على ملاحظاتكم، وإحنا إخوات كده يا بنات مع بعض، وهاقبل بأي حاجة عادي والله ومش هازعل من أي حد. أي حد ليه ملاحظة أو أي حاجة يقول لي عليها، وإحنا نتشاور كده مع بعض يا بنات وناخد رأي بعض، وده حاجة ما تزعّلش. وباكون مبسوطة جدًا لمّا حد مثلًا يقول لي اعملي كذا أو عدّلي كذا، بجد بابقى مبسوطة. بابقى حاسة إن أنا فعلًا باتشاف وحد بيشوفني وحد بيقعد يتفرّج عليَّ، دي حاجة باسطاني جدًا والله. ونِفْسي القناة دي تتفعّل وتكبر بيكم طبعًا بعد ربنا، وربنا يوفّقني ويوفّق الجميع كده يا رب العالمين. هابدأ بقى أحُط عصير كده بزيادة في الكاس. عايزة أقول لكم إنها كانت جميلة جدًا. طبعًا لمّا باعمل بقى الحركة دي باجيب بقى أحُط عليها معلقة عسل أبيض، بتبقى جميلة جدًا. ده طبعًا العشق بتاعي أنا ورودي، الكوكتيل ده. هابدأ كده أحُط على الوش بقى معلقة عسل أبيض بالشكل ده كده. طبعًا هو معايا بالشكل ده عشان كان في التلاجة يا بنات، لسه أطلّعه. طبعًا هو هيفك الوقت مجرد أمّا أنا أحطه على الكوكتيل. يالّا يا بنات يا ريت تدعموني كده. يالّا لايك، لايك يا قمرية أنتِ وهي يالّا. يا ريت تقولوا لأصحابكم وحبايبكم كده وتدعموني يا رب. بالشكل ده كده، وكانت جميلة جدًا. أهو كده يا بنات. طبعًا دي بقى ممكن تحطوها في التلاجة، بتبقى جميلة جدًا. يا ريت تعجبكم يا بنات ويا ريت تجربوها، وصفة سهلة وبسيطة، حبيت أصورها معاكم كده على السريع. يالّا بقى أنتم تقولوا رأيكم فيها يا بنات. شايفين بقى الجمال والطعامة دي؟ حاجة كده روعة بجد من الآخر. هنا بقى يا بنات عايزة أقول لكم على مكون جميل كده أنا عملته. طبعًا البرتقانة اللي أنا خرّطتها بشرتها ناعم بالشكل ده كده، وباحطها يا بنات في العلبة دي كده عندي، وباعينها في الفريزر. دي طبعًا يا بنات ممكن تستعملوها بديل للفانيليا. تحطي معلقة صغيرة كده في الكيكة أو في البسكوت، جميلة جدًا. أنا باحطها في الفريزر وباستعملها، جميلة جدًا يا بنات يا ريت تجربوها وتعملوها. ما تستغنيش عنها طبعًا لو ما فيش فانيليا عندِك ممكن تستعمليها، تبقى جميلة جدًا. أنا بقى هاغطّيها كده وأحطها في الفريزر، واستعملها بقى في الكيكات أو في البسكوت إن شاء الله مع بعض. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم يا بنات، يا ريت يكون خفيف على قلبكم كده، يا ريت تجربوا كل حاجة فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم